يا مساء الدفا والروقان، نورتوا بيتنا بكل حنان. هنا راديو مع شاي بالنعناع، لكل حبايبنا أحلى كلام. الشاطر حسن. رسول الزمان مولاي سافرت بلاد السمندل حسب امر جلالتكم. عصبت قصر السلطان، قابلني المقابله الفخيمه اللائقه بمقامكم العالي. عرضت عليه رغبه جلالتكم في خطوبه بنت وحيده الاميره حياه النفوس. اتكلم. وبعدين سلمنا الرسالة دي ردا على طلب جلالتكم. صاحب الجلالة صنصن شو سلطان الصين، تشرفنا باستقبال مندوبكم السامي، ونقل إلى مسامعنا رغبة جلالتكم في مصاهرتنا، ونشكركم على توجيه هذه الرغبة إلى عرشنا ونأسف لتبليغ جلالتكم اعتذار الأميرة ورفضها الزواج. كمل. ونرجو ألا تؤثر هذه الحادثة على دوام الروابط المتينة التي بين بلادنا. اقبلوا تحياتنا الخالصة. نقطة انضاء فخر السادس ونقطة برضو وكمان نقطة برضو. هات المثالة. ده هو الكاهن الأكبر مرخية. يانا استحقار. فين الكاهن الأكبر؟ الكاهن الأكبر. ايه اللي جرى يا ترى؟ سنسن شو اشرف من حفظ الصولجان وارفع من حمل التاج. ايه اللي حصل؟ انا ابن السماء، انا سنسن شو. انا اذا اتكلمت في المشارب تتفجر لي المغارب. انا وريث برنجهور. دوق الجبابرة يزل القيصة تستهين بصوتي. بنت سلطان السمندل ترفض رغبتي في جوازها. عار إهانة واسمه. وعايز مني ايه يا صنصن شو؟ الانتقام يا برخية، الانتقام يا برخية والتشفي والشيلة في المخلوق. ربك في منصة العدل. اتكلم. عايز ايه؟ عايز احطم قلبها، اذل نفسها، اشغل بالها، اقل راحتها، ازرق منامها، امقد بدنها، اعصرها على جمالها. تعيش يا ابن ادم، تعيش تجري ورا موت سواك، والموت بيجري وراه. راخية اشغليلي، وريني بعيني عذابها، سمعني بودني صريخها. بقوة سحرك اطلعت على الخفايا، بدقة علمك كشفت الخبايا. ما تتخلاش عن ولي نعمتك بساعة حاجته إليك. الانتقام يا براخية، الانتقام يا براخية. المنتقم هو الله. احذر غضبي. غضبك ولا غضب الله؟ قدرتي. ما تعلاش على قدرة الله. قوتي. اسأل الدهر عن سطوة غيرك. قوتي. ما تردش عنك عذاب. طب ده بروتي. مفيش حاجة تنفعك غير عملك. اخشع يا مخيا، واذكر انك بتكلم صن شو.
أمرتك بإجابة طلبي ويقول لك أشد هموم الدنيا حكم القوي على الضعيف. صنصو الباني طالع والفاحت نازل، ما تغضبش السما بأعمالك. اخضع لأمري. وليكن يا زمخشر يا ابن شرشر، جاوب من نداك ولبي من دعاك. يا زمخشر يا ابن شرشر. يا زمخشر يا زمخشر يا زمخشر، بحق قوتي وسطوتي عليك تروح لسلطنة السمندل وتلبش جدة الأميرة حياة النفوس، بحيث لا ترتاح ليل ولا نهار ولا يبطل لها لهيب ولا نار، وقد ما تقوي رغبتها في الجواز قوي حسرتها في أنها ما تطلوش، فوت شبابها يوم أمر من يوم، شوه محاسنها واحدة واحدة زي الوردة الدبلانة لما تتفرط ورقة ورقة. منها السلطان على الإنس اللي باستطاعتي أحضر لك قرينتها من الجن، واللي يسري عليها في عالم الجن تشعر بذكها في عالم الإنس. احضر القرينة. يا ربوكا. تشبشني يا نونو. لا كخة. تنامي يا نونو. ايوه ده بالبركة اقضي عليكي بانك تخلعي ثوب الخلاعة وتلبسي ثوب الفظاعة. شعرك اللي انعم من الحرير هيكون اخشن من الشوك. عليكي اللي كلها رقة وحمر هتطبخ نار وشرار. هتكوني وحش ناري. الناس تتعطش للمية وانت تتعطش للدم. الجبال مأواكي والغابات مسواكي. روحي يا بالبوكة. روحي يا بالبوكة. في الحال. تؤتي لذة الانتقام. تشتيت الفكر وتشريد القلب اللي انت طالبه للأميرة حياة النفوس هيفضل ملازمها في حياتها طول ما الصراع الوحشية ولازمة قريبتها برموكة. إذا عدل السلطان على الانتقام وخدته الشفقة عليها يوم من الأيام، دلني يا زمخشر عالطريقة اللي بواسطتها أخلص الأميرة دي من عذابها وأفك عنها سحر حكم الجان. مفيش طريقة، لأن الجن الوحيد اللي قدرته تفوق قوتي واللي بتيجي وفتح راسي محكوم عليه من الدشير سلطان الجان، ومحبوس في مخهم مرمي في بحر الظلمات من 3000 سنة. عشان تتعذب طول حياتها. صنصو أنا بريء من ذنب الأميرة حياة النفوس. بعد كده في شيء عايزين منه حاجة؟ بشوفها وهي متنعمة بسعادتها عشان اتشفى فيها وهي متحسرة في تعاستها. يا حياتي
مسموح بالدخول. هش، داخل تهبب ايه والاميره نايمه؟ داخل هبب ايه؟ ايوه، انت هتفضل كل يوم على الجنان ده؟ هعمل ايه؟ ما انا بحبك. جكنيله، يا ساتر، احنا دلوقتي في الحب ولا في المسكنه اللي جايبينها من السمندة لحد هنا عشان تتعالج من البلوى اللي ربنا بلاها بيها على اخر الزمن؟ تعرفي يا هند الاميره دي عيانه بايه؟ بايه؟ لازم زي بتحب. حبك بورس، روح بقى نوش يسكت فيه، بلاش تخريب. حاضر، مش هخرف تاني. تعالى هنا قولي، مستعد زي كل يوم؟ ما تخافيش ما دام انا موجود، ولا تبالي بس يصب تحت ايدنا واحنا بس. انما انا خايف. خايف من ايه؟ ما يخفاش على بلاغتك ولطفتك احنا موجودين في مصر، يعني في بلاد غربة، ومصر دي اهلها يفهموا الطايرة. فاذا انفضح امرنا قولي علينا احنا مغرين يا رحمن يا رحيم. ربنا يستر. ولا تبالي بس على الامال ينفعوها حمامات الدم دول اللي وصفوها لها لاجل ما ترجع للسمندة لسلمى غنمة ويفرح بيها السلطان ابوها. بتوع الزرز دول يا ترى وصفوا لها اي واحد وسلام؟ لا له وصفات. قال ايه؟ لازم يكون اسمه حسن وعمره لا يزيد ولا ينقص عن 50، دقنه ملبشة وعينيه مدخششة وصنعته صراماتي ومش عارفة ايه تاني. يخف، وده يبقى دمه ايه ده؟ ومع ذلك ده هيعثروا عليه فين اللي زي ده؟ اهي سامحة دايرة تدور. هند، شوفي كده تعجبك الهدية دي. اهدى، كل شله يشبهله. اهدى، مكحلة مبخرة. ده لسه طالع من البحر طازة، اتطلقتهولك من واحد صياد سمك طلع له في الشبكة قدامي، رحت مديله كام قرش وخدت منه لانه شكله عجبني. اعمل ايه؟ بحبك. طب خليها عندك هنا يا خوي. بس وعيله احسن، ده مكتوب عليه نقرشها وحاجات سبحان يفك طلاسمها. غور من الحياة دي، غور. ولا تبالي. يعني الهند يا بنات يا بنات، الأميرة صحيت يا بنات، الحلوة قايمة من النوم متهنية ومتنعمة يقف لها الطير في كبد السما، العيون دبة النعسانة والوش زي طلعة الباب بيقول يا عباد الله استعجبولي. سبحان الله جل جلاله. قولي لي يا حبيبتي، حاسه بايه النهارده؟ زي كل يوم بردك حاسه بتقلي في دراعك؟ ايوه. اعصاب رجليكي ما لقيتش حبه؟ ابدا، فاتك كتير ما بقى الا القليل. النهارده يكملوا 50 حمام اللي موصوفين لك وتنصرف عنك العكوسات باذن واحد احد. مش بعد العذاب ده كله يا دادا هند بقى مش هيجيني يوم افرح بشبابي. يانا من المقدر يانا، ده انا وردة بس دبلانة كده يا كبدي كده. مش حلوة بذمتك، سكر مش خفيف، شربات مش مدردحة، لهلوبة يا اختي لهلوبة، بس العكوسات. يمين يريحني، يمين يخلصني. الحقوني بالحمام، الحقوني لحسن عظم جسمي مضعضع. الحقوني بدي اتمتع، ارعرع يا بتاع النعناع يا منعنع. اشوف الناس مفرفشة احسدهم، نفسي ابقى زيهم. لا زن في وداني ولا رعشة في جبتتي ولا زغلالة في عينيا ولا تكتكة في اسناني. اسعفوني بالحمام، اسعفوني، الحقوني، غنولي يا لموني يا لموني. متحسبة بالنبي يا اختي. ايوه فرفيشي فرفيشي، اهي سامحة خرجت تجهز لك الحمام. وداني، جبتتي، قلبي، الحقوني يا اهل الله، الحقوني. اسم الله عليكي يا اختي، اسم الله عليكي. سندوها يا بنات سندوها.
إلهي وانت جاي يا رب يفك عنك الكرب يا ست حياة النفوس. يلا يا بنات سندوها. على مهلك. اسم الله يا تصور. احنا وصلنا ولا لسه؟ انت ما بتبطلش ابدا. حكم. لا حكم ولا مواعظ، كلميني زي الناس. انا راجل صاحب اشغال قاعد على باب دكاني، واحد له مداس طلع من جنابه ونرقعوله، واحدة لها حاجة قديمة عتيقة زي حضرتك نقومها لك، زبون رايح وزبون جاي. يا عم حسن الشبشب ده صلحولي على عيني، لوزة للبلغة دي على راسي. يعني يفوت النهار اكون رقعتلي بالميت 10 15 20 90 قولي 75 مركوب كده وشرف اسلافك. يا ما انت غلباوي يا دكتورة ماتي، اللي تقول تعيده. حكم. بقول لك راجل صاحب اشغال قاعد على باب دكاني، واحد له مدام ترقعهوله، واحدة لها فرمة بنت حلال. ما فهمنا وخلاص يا عم حسن. حكم. ما هو اللي مجنني اللي بقالي ساعتين دلوقتي وانت مجرجراني وراكي من حاره زقاق لعصه، كل ما اكلمك ما اخدش منك الا حكم. انا جاي افصل جزم ولا اتعلم حكم؟ حكم. هو انت لسانك ما بيتعبش يا اخويا؟ ايه الغلبه دي كلها؟ لو كنت قلتيلي واحنا هناك في الدكان انك واخداني على سفريه طويله كنا عملنا الاحتياطات اللازمه، خدنا اجازه من كام زبون اللي حالتنا وحطينا ورقه على الباب مغلوب بسبب السياحه. حكم. جبت كبش يا سميحه؟ كبش؟ انا كبش؟ وريني شكلك كده. لا والله طول وعرض، عز الطلب. عز الطلب؟ جايباني فين يا ست حكم؟ مديله رجلك مدي يا ست حياة النفوس، خليه ياخد المقاس. قرب هنا يا اسطى، بس خليك عاقل. عاقل؟ هو كبش عاقل؟ نهايته. اتفضلي يا ست مدي رجلك. مين؟ من ازاي؟ الصورماتي. الصورماتي؟ ايوه الصورماتي، ولا كبش الضحية زي ما بتسموني. مالك؟ عايز ايه؟ مش عارفة مالي عايز ايه؟ عايز اخلص واروح لدكاني، وريني بقى تات الرجلين من فضلك. امدلك انهي فيهم؟ الشمال ولا اليمين؟ وانا عارف بقى اللي ما هيش عوجة في الاتنين. خد الشمال بس اخلص. الله سهل. حكم الشغل حلي، سهل يا مسهل. مستخد الماس. ايوه اهو الماس مناسب متناسب. يندمك يا دي الصراماتي. واسمك ايه؟ محسوبك حسن. عشت الاسامي يا شاطر. حسونة. حسونة الله يخليك يا ست. يا ست هي اسمها ايه؟ مش تاخد المقاس وتخلص. ايوه ما هي مسؤولية. سبحان الله صوابع حكم. اما من جهة الفورمة فانها عجباني. يجازي شطانك يا بعيد. اما الصراماتي انتيكة اوي. مش كده حسب على المقاسات. والله صعبان علي يا عم حسن. يا عم حسن ان كنت خلصت يلا بقى اتوكل. اتوكل على فين؟ احنا لسه فصلنا. صوعني توكل قبل ما تندم. هندم ازاي بقى؟ صوعني. انت بتقولي جد؟ دي حاجه ما تطمنش. اهي كلمه يا سمعتها يا ما سمعتهاش. لا ده في الامر كده. اديكوا عرفتوا عنوان المحل، اذا لزمكوا خدمه تفصيله ترقيعه ترميمه انا تحت الامر. سلام عليكم. الله انت مروح يا عم حسن.
على فين يا عم حسن؟ عالدكان. شاطر حسن. نعم يا ست الحسن. نسيت حاجة. ايه تاني؟ فورمة الشعر. عارفها. عرض البول. لتأيد. ورقبة الجزمة يا شاطر حسن. ايوه، الرقبة ما عملناش حسابها. تعيد المقاس من تاني. بدي رجلك ندي. لا مش دلوقتي، لما ترتاح لك شوية. يا هند، روقوا الأناني وهاتوا الجواري. انت مش هتروح يا سنسن؟ لا، انا مستقبل هنا ودكانتك حافلها وافتح عندكم. يا خيبتك ما انتش عارف ان تخبيلك. اشرب يا شاطر حسن، كون اسعد انسان. يلا يا بنات، يلا وسيبونا لوحدنا. مبسوط يا عم حسونة؟ مش مبسوط ازاي؟ ده انتوا هندلتمونا، شنكلتمونا وبرجلتمونا وكرفتمونا. عمرك كم سنة يا شاطر حسن؟ هو تقريبا كده من 20 50. وناوي تعيش لك كم سنة تانيين؟ قولي كمان بالميت 60. يا سلام، كمان 60 ليه؟ هو انت ما سمعتش اللي قال الموت سترة؟ الموت سترة؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ واحد فيلسوف كبير. وده برضك فيلسوف كبير يا الدلابي؟ ده فضل خيرك حنوتي. اسمع، اهم جايين. مين؟ لا ما تقربوليش، سيبوني، ما تقربوليش. لا الزبونة بقى لها ايه؟ تعال هنا، مسكتك، اوعى تتحرك. ضحكت عليك. انت خفت يا شاطر حسونة. حسونة ايه بقى؟ ما خضيتمونا وهزقتمونا ولعنتم خشقمونا. بصلي قوي يا عم، بحلق لي كويس يا عم، اصغر لي تمام يا كبش الضحية. والله ما إنها حوسة يا عم حسونة، يا ريت سمعت كلام الولية حكم. انت اللي موصوف لي بلحمك وشحمك. ما تلحقيني يا ست حكم. لحم ايه وشحم ايه؟ انت اللي هتطلعهم لي. اطلعهم لك؟ هما مين؟ مش كده يعني؟ لا، ده انا هطلعهم لك على احسن فورمه. يلا نرقص. اسمع، تعرف تغني وتقول اصل الغرام نظرة؟ لا والله يا ست، اصل الغرام صارمة. انت زعلت يا عم حسونة؟ لا ما زعلتش، بس من فضلكم بقى روحونا. السلام عليكم. عندك اوعى تتحرك لو خلقك نصين. يا عالم مش كده، حرام عليك، انتوا كده لوحدها. ولا تبالي، انا نسيت اعرفك بنفسي. ده عمك شنطح يا حسونة، هيسليك لحد ما ارجع. باين عليه وش تسلية قوي. ولا تبالي، امسك السيف ده. سيف؟ امسك بقول لك يا سيدي، ولا بس اعمل بيه ايه؟ امسك ما تضيعش وقتي. خلاص هات يا سيدي. نزله تحت، ارفعه فوق، ميله الناحية دي. اتفضل. امزة صح. وين يا اخويا؟ انت عايز ايه يا تقطع؟ دونك والمبارزة. مبارزة؟ خلاص يا جدع، مش كده بقولك. عيب احنا مش بتوع حاجات زي كده. دافع عن نفسك ايها الجبان.
بشطح يا ابن الشيطان، انا عمري ما عرفت غير فكرة الشغل. ولا تبالي، خد جنبك. لا صدق بقى، لا مشكلة بس. ياهو الحقوني، ياهو الحقوني، ياهو الحقوني. شنطح اخلص، ما عندناش وقت، كمل عليه. يكمل على مين؟ دمك موصوف لي يا شاطر حسون. افندم، الاسياد اللي عليا مالهم؟ طالبين مني استحمى بدم واحد زي. يا عظيم، زي انا؟ ايوه، لا يزول عني الهم ولا ينصرف مني الغم الا اذا كنت اجزرك واسلخك واملخك واستحمى الدم. يلا يا حسونة ما تعطلناش، علشان خاطري خليه يذبحك اوان. يا ست انا دمي متعكر، اعملي معروف وبغيري. ليه دي بقى؟ ده انت صحيح راجل ما عندكش دم. ايوه النبي يا ست هاني، ما بقاش بوشي ولا نقطة دم. يلا بقى خليك بني ادم، تعال نصفي دمك خلينا نخلص. يا تشطح ابوس برجلك. لا تبالي، شوفي الخطابي. لا انت لو تشرح لي يا ابن البرطوس، انتوا هتقولوا اروح ولا؟ لا انت خرجت عن الاصول. انا احتج على طول لسانك. ولا تبالي، انا احتج على طول سيفك. انا حسيبك يا شنطح، خلص عليه اوام علشان الحمام جاهز. الظاهر عليك انك غشيم، مالكش خبرة في السلاح. ابدا، لا لي خبرة في السلاح ولا حاجة ابدا. امال انت خبير في ايه؟ في الانتيكات، في الحاجات القديمة؟ ايوه مظبوط، خبير في الصورة القديمة، في الحلل القديمة، في الانتيكات القديمة، الروباريكيا الى اخره. ما انت خبير في الحاجات القديمة. لا يعني مش كل حاجة. طيب اما اوري لك حاجة اشتريتها النهاردة. شايف العلبة النحاس دي والكتابة اللي عليها؟ وريني. دي بقى باين عليها انها اما مبخرة يا مبخرة. مبخرة ايه يا مبخرة؟ ويمكن او حاجة زي كده. يا جدع بتفهم؟ امال وتفتكر يساوي كام اما اشوف الراجل غلبني ولا لا؟ بقى هو يساوي له كده 70-80 قرش عشان ده الحاس حر. لا جدع بتفهم، وانا ما اتغلبتش، اخدته ب50 قرش. ايوه بس مش عارف افتحه ولا اقرا الكتابه اللي عليه. وريني. ده ايه ده باين عليه صبي. استنى ما نشوف، يمكن نفتحه بالسيف. ايوه كويس، قربت افتحه. هلا والغطا اتحرك. كمان غطتين اديله وتزعق. يلا اهو. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ انا بالي ما طلعش كده ليه؟ الهموم بيرقص في عينيا. ولا تبالي يا عم. لا تبدا بالحكايه دي، ارميه بعيد عن ارميه. الله ايه ده؟ الدنيا جرى لها ايه؟ ولا تبالي. عملت ايه يا حسن؟ غريب يا شطح، الهموم ده باين عليه مسكون. التوبة يا ملك الغالي، التوبة. وده ايه ده كمان؟ لا يا عم، لا مش انا اللي اشتريتك. لا التوبة يا سيد ملوك الغالي. العفو يا سيدي، الحقني يا شطح. وانا اعرفك، انا ماليش يد في المسألة دي. التوبة اصبح سامحني يا سيدك. استغفر الله، ابوس رجلك انا يا سيدي، ابوس رجلك بس عداني. التوبة ما بقتش اعملها ابدا. تعملها ايه؟ الحقني يا شطح. ولا تبالي، ماليش دعوة بيا. حرمت يا انتشير. اعفو عني يا انتشير. يا سيدي مش انا لازم حضرتك
غريبة بشير. أنا عبدك يا استشير يا حبيب يا رب يا حبيب. أنا أسير فضلك يا حسن ولد بالي مالكش دعوة بيا. ما تقولوا لي امال مين فيكم التشير؟ يا سيدي يمكن في دور الفؤادي. امال مين اللي فتح الامم ده؟ اللي فتح الأم مش أنا والله العظيم. العظيم مش أنا، هو لازم انت. ايه يا طنطا؟ يما ايه ده؟ تعالي هنا وش المصايب. أيوة أيوة الحق أنا اللي فتحته غصب عني يا سيدي والله غصب عني. مش قصدها والله مش قصدها. بقول لك بالحريات اللي بتمتع بيها من دلوقتي بعد سجن 3000 سنة جوه الأم ده اللي كان حارس فيه الشير سلطان الجان ورماه في بحر الظلمات. اتمنى عايز توديني جهنم، توديني اللي مات، توديني آخر الدنيا، بس خلصني من السلخانة دي. الشعر يا رجلي برضك كده هتسيبني يا حسونة. حسونة بيبة ده كلبانة في اللي قال لك عملت زبونة. يا مدعون الحقوني امسكوه اسندوني. حسون صلى عليكي معين حسون امسكوه. الشر بره يا حبيبتي. سلامتك يا روحي. العفاريت يا اخواتي لبسوها اسعفوها يا عالم اسعفوها. الحلايل العظيمة أهلا وسهلا بك في قنواتنا سينما في راديو، سينما أند راديو. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والله يا سيد قاسم إنه نهار نادي النهارده. شوف رجوع الأميرة لبلادها هيهيص الدنيا ازاي. طبعا يا السيد، هي دي غيبة يوم ولا 2، دي سنة دلوقتي وهي بتتعالج في مصر. يا أخي الحمد لله اللي ربنا خد بيدها وزالت عنها الأمراض العصبية. بقى أنت برضه تصدق إنها صحيح رائد زي ما بيقولوا؟ وليه ما يكونش صحيح؟ هو في شيء يبعد على قدرة ربنا؟ أبدا. إنما أقول لك الحق، مرض الأميرة ده مش مرض اعتيادي زي ما انت عارف، ده بيقولوا عليها سياد وبتعمل حاجات غريبة. قوم بينا نستقبلها عند البوابة يا بركة الله. ياللي عايزة للسابق ياللي بلا السابق ياللي مشحططة علي السابق تصلح نفصل عند اللزوم. ايه الشكل ده يا اخوي؟ ده بكل تأكيد غريب عن البلد. طرام كلها شباشب مراكيب أبايب مصلح. عندك يا راجل انت، ظاهر لي من هدومك انك غريب عن البلد دي. قول لي اصلك منين؟ اصل ده ايه يا اخوي؟ اصل الفتى ما تضحك. بس اسمع مني شويه،
يعني اصلك منين؟ يا سيدي مش وقت واصل حضرتك حسستني. لا ما هو حاكم لها مناسب. لا شايف من هيئتك كده انك مش كده؟ قوي وارد الاقصر يا فندم. امال ايه اللي حدفك على البلاد البعيده دي؟ اللي حدفني حكم. ما تفكرنيش وسيبني في حالي. انت باين عليك مقروص من وقعه جامده. وقعه جامده ولا تبالي. وايه ده؟ تقدرش تحكي لي حكايتك؟ تشرب معايا فنجان قهوه؟ منفيها قهوه وادي قاعده. حكايتي وحد الله لا اله الا الله. بقى انا يا سيدي اصل راجل صاحب اشغال قاعد على باب دكاني. واحد له ملاس طلع من جنابه نرمهوله. واحد له مركوب قديم زي حضرتك نركبهوله. يعني صراماتي مش كده؟ لا العفو جواهر دي. ايوه صرامات يا سيدي. وبعدين ستي حكم والكوارع اللطيفة الوضع وفرمة الكعب يا شفر حسون وعدوك أبوح يا أبوح قلبي يعرم مذبوح. الله الله. أبوح يا أبوح. الراجل ده لانه ملحوظ. ايه وبعدين ولا تبالي دونك والمبارزة. أبوسيدك تشطح وعرضك يا تشطح دونك يا تشطح يا محلى الدم وشرب الدم. لا 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 دي حالة وحشة قوي يا أخي. ما تقول لي وبعدين يا سيدي عمك فركش ويروح لافعني على كتافه قوم ضربة فتح عين وغمض عين نزلني فين؟ في جبل قاف وفك سلعتين من الذهب وراح لحاله. معقول الله يكفيك. ما طولش عليك يا سيدي اقول لك الحق. شهر والتاني وحشتني حارتنا وحشني الضرب الاحمر. حبيت ارجع لبلادي وعنها وجهزت سفينه وشحنت فيها كل اموالي وحاجاتي. وبعدين وصلت بالسلامه؟ لا غرقت بالسلامه. مسكين. امال طلعت ازاي بقى؟ وانا بخبط في وسط الميه ايدي جت في خشبه رحت ماسك فيها. موجه تعورنا موجه تخرشمنا لحد ما صبح الصبح الا وانا ملقح على شط البلد دي. والذهب اللي كان معايا غرق ويا المركب وادي احنا. يا مولاي كما خلقتني. مسكين. لا ولا يهمك كله كويس. واسمك ايه؟ اسمي حسن. وامك اسمها ستوته مش كده؟ حبيبي ايه اللي عرفك باسم امي؟ اسمع انت ما تتذكرش عيل اسمه سالم كان بيلعب معاك في النحله وانتوا لسه صغيرين؟ ما تذكروش ازاي؟ سالم مش ابن خالة امي الواد اللي طفش في البلد الله يرحم والده. يا ما رقعت له مراكيب. بس ولا كلمه. نعم بص لي كويس بحلق لي قوي اصبر لي تمام. خبر اسود لو حضرتك راخر جايبها طلعهولك. حسن تعالى يا حسن في حضني يا حسن تعالى. انا سالم ابن خالة امك يا حسن. سالم يا خبر ابيض ابن خالة امي. سلامات يا ابن خالة امي سلامات. ايش حالك يا حسن ايش حالك؟ ايه والله زمان ايه يا واد النغنغه دي كلها. لا والله خايل في العز يا مضروب. ايه الحمد لله نعمه ربنا فتح على ابن خالة امك وبقى دلوقتي شبندر تجار البلد دي كلها. يا سلام ازيك يا حسن؟ والله جعان يا ابن خالة امي. خش انت جوه الوكاله على بال ما يفوت الموقف بتاع الاميره وكون انا كمان حضرت لك هدوم كويسه تظهر بيها قدام الناس. وسع انت وهو لا تبالي. وسع يا جدع وسع.
دلوقتي بقى تاخد بعضك وتدور من الباب الوراني، تلاقي البغلة مستنياك هناك، تركبها وتقوم داخل على السوق كأنك لسه جاي من البوابة بتاعت البلد دلوقتي، فاهم؟ وخد ادي 5000 دينار خليهم معاك. حاضر يا ابن خالة امي. يا فيروز يا مرجان، ايوه يا مرسال، يا سيدي. ادخلوا الوكالة نقولي منها احسن اللي تلاقوه قدامكم من سجاجيد ونجف وتعاليق. حاضر يا سيدي. تهدى ايه الحكاية يا ترى؟ السلام عليكم يا سيد سالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير بشرنا بشر. مين اللي بتعمل له الزينة دي كلها؟ مين؟ ادعي لي ربنا يبيض وشي قدامه ولا يفضحنيش. لو تعرف مين الضيف اللي جاي لي النهارده يزورني من مصر. مين بس قول لي. لازم يكون واحد من اصحاب المقامات العالية، يمكن وزير يمكن امير. وزير مين وامير مين؟ اتفضل يا سيدي، ادي السجاجيد اهي. ايه الهلاهيب دي اللي انتوا جايبينها لي يا بجر؟ عايزين تمدحوني يا شيخ سليمان؟ نعم يا سيد سالم. عندك شيخ مخزنك الجدع عجب اني تسمينه تليق بمقام الضيف اللي انا في انتظاره النهارده. عندي سجادة تهدى للسلاطين، انما ثمنها 1000 دينار. وماله، بس تكون موافقة. ولا تبالي. اهلا سيد شنطة، الحمد لله على السلامة. ازاي صحة مولاتنا الاميرة؟ كويسة عال يعني، ولا تبالي. يا سيد سالم الحق الضيف جه. يا ساتر يا رب، يا 600,000 اهلا وسهلا بحضرة الشبندر. يا الف مرحبا يا اذن مبارك، يا خطوة عزيزة. اجمد. ما تخافش فيه، اما بغلة لكن بغلة صحيح. شرفت السمندل واهل السمندل يا حضرة الشبندر. ابن خالة امي يا اخي مش كده، الحقني السمندل عندكم دي تبقى ايه؟ ده اسم البلد اللي انت فيها دلوقتي. اخلص رد عليه، قول له يشرف مقامك ما تبقاش غبي. الله يشرف مقامك ما تبقاش غبي. بيقول ايه ده؟ الله يكتبك يا اخي. ايه ده اخلاقه صعب قوي. من ساعة ما دخل البلد يا حضرة الشبندر واحنا محتارين نعمل ايه. احضرنا اذا كنا مش قادرين نقوم بالواجب، لان الهيئة دي والقباهة دي بالطبع تلخبط اللي ما بيتلخبطش. العفو يا فندم، والله ما حد ملخبطني غيركم. ده بقف قوي يا اخي لا مش كده، هتفضحني الله يفضحك. انت هتقعد تهربت على ايه؟ خد بجد ايه، هات الخرد بتاعي. خلينا نروح لحالي بلا شبندر بلا شيخ منصر. يا اخينا انا في عرضك او في رجلك. بقول لكم عارفوا حق المعرفة دلوقتي تشوفوا. يا حضرة الشبندر خير ولا تبالي يا خبر زي بعضه. لا شيء هو بعينه. انا لازم اروح ابلغ عنه في القصر وافهمهم الحكايه. الله ده ايه يا سيدنا؟ المغفل ده عسل مزاجه، معلش اهو راح في داهيه. السماح يا حضرة الشبندر، اتفضل اقعد. لا يا سعيد، انا ماليش معاك في البلد دي، بس بالله ما تزعلش نفسك. لا كله كوم ولا تبالي ده كوم. السماح يا سيدنا. انا يا سعيد. امسح العيبة دي في وشنا احنا. وشكم مسحنا عشان خاطركم. انا عارفة انتوا رجالة ايه تخلوا واحد هلفوت زي ده يتهجم على المقامات العالية. حجم وكمان حجم. لا البغلة فين؟ هو ده ايه اللي جاتك الدم؟ ابدا لا يمكن عفريت بيه. انت كده عيب. وحضرة الشبندر بيتاجر في اي صنف من الاصناف؟ في صنف الصرم. ده هزار. النهارده الشاطر حسن بيتاجر في جميع الاصناف. شبندرات اربع سكان الدنيا وعين اعيان الكره الارضيه. ده مش انا يعني. ايوه مظبوط. تلاقي له مخازن في السن وفي الهند والزيتون وجيحون والجسرة والعراق واليمن وزبتة وابو زعبل ودلهم والسبتية وانا وانت. ابو ده يا مولاي السلطان. بلاش يا مولاي دي. له اواخر 90 الشمس
هو كاين عدد الرمل والحصى والارسليات جايه لحد هنا محمله مجوهرات مما خف عنه وغلى ثمنه. ما شاء الله. ايه هو شويه ولا كرودي؟ ده باين عليه راجل كويس. لما نشوف يا مولاي ما تتسرعش. بنتي كانت هناك بالطبع، لازم سمعت بشهرته. اسمع يا شنطة، خليها تتنكر زينا وتيجي حالا. عمرك يا مولاي. كلنا يا سيدنا منتظرين خدمتك. ادي اسطوات الصناعه مستعدين كلهم لطلباتك. حضرته رئيس النجارين وحضرته شيخ الخياطين اللي في البلد. ايوه. وصاحبنا ده شيخ الصراماتية المجددين. ايوه ما دي اهو انت اللي فيهم. ادي ده انا ما جعلت يوم وبقيتش بندر. خد ال1000 دينار دول وادعي للشاطر حسن. 1000 دينار؟ لكن خد بقول لك خد. واجب علينا نشجع المهن الحرة. مهن حرة ايه؟ الله ينكد عليك يا بعيد. يا سلام، 1000 دينار لواحد صراماتي؟ انت بعتلي يا ابويا. ايوه، ما سمعتيش يا بنتي وانت في مصر عن شهرة واحد تاجر اسمه الشاطر حسن؟ الشاطر حسن؟ ايوه، الراجل اللي قاعد هناك قدام وكالة سالم شبندر التجار. بصي له كويس كده وقربي منه. ايه الكلام ده كله يا شاطر حسن؟ ده واجب علينا، لان البلغ والصرم الحقول يا هو المسألة البغلة عالم رايح فين؟ رايح فين بس؟ الله ما ايه بس يا خالد؟ تعالى هنا كده برضه تزوغ مني يا حزونة. البغلة عالم البغلة العظيم. ترى ايه يا بنتي؟ خلاص فقت يا ابويا. ترى ايه يا لخمة؟ خلاص وقعت يا ابن خالت امي، رحت بداية. يا دي النهار الابيض يا ابويا. يا دي النهار الاسود يا ابن خالت امي. البغلة يا اولاد الحلال، البغلة يا هو. الحكاية بس مش تفهميني. زغرتولي دماغي هتروح يا ابويا. تقول لي ايه اللي حصل؟ قلتم عليا دماغي هتطير يا ابن خالت امي. انسبولي الفرح، انصبولي المشاعر، جهزولي العوالم والألفية، جهزولي الكفن والعدودين. ايه الحكاية؟ عرفيني يا بنتي. هو في حد ما يعرفش الشاطر حسن يا ابويا؟ ايه؟ اسمع يا شاطر حسن، انت هتتعشى عندي الليلة. اتعشى عندك؟ ايوه واستنوني ان شاء الله. ازاي ترفض عزومة السلطان؟ السلطان بحاله كملت. عملتها فيا يا ابن خالت امي. ولا تبالي. ايه فكرك بقى في الحكايه دي؟ احنا مالنا اللي علينا نعمله، مادام هي اللي لها غرض انها تخفي حقيقته عن ابوها، ادي احنا ماشيين حسب تنبيهاتها. لكن ده بيقولوا انها ابتدت تستلطفه. ما ظنيش، لا هي مش عارفاه، دي نمرة بتعملها فيه يا عبيط. والله يا ست النمرة دي ما بتتعمل الا في العبد لله. اهو مجرجرني طول النهار وراه وعمال يوكلهم لي اجوازا وافرادا. يلزقني اللزق من دول ويروح قايل لي ولا تماني. افتح بقي يروح مشيع لي لوكمية في اسناني وبرضه ولا تماني. تصدقي بالله استغنيت عن كلمة ولا تبالي عشان خاطر خلقته. هاني يا هاني، الأميرة جاية. انت رحتي فين يا هاني؟ الله، انت هنا يا شنطة وسبته لوحده ازاي؟ انا مش قايله لك ما تبطوش ابدا. اجري شوفولي حالا هو فين. انت خايفة ليتوه يا سمو الأميرة؟ ما هو مرمي في المطبخ، هو بيتقلقل من جنبه لا ليل ولا نهار. لكن انا منبهه عليك بدل المرة 1000 انك ما تفوتوش ابدا. ابوس رجليك يا سمو الأميرة تشوفي له 100 غيري. احسن انا لحد دلوقتي انهرت انكويت بقى. ده وش شنطح، دي عين شنطح، ده أسرع شنطح. 90 يوم يا اخواتي وانا الطرقة على الداغي. تقوليش ايده دي مقرعة اقرب له يلزقني
ابعد عنه يروح منشن على وشي بدبشه بصرمه من غير اسمه والسلام. والمصيبه نشانه ما يخيبش ابدا، اتلفت كده ولا تبالي، اتدور كده ولا تبالي ولا تبالي. وصل يا فندم. وحشتني، كنت فين يا حسونة؟ أو زي العادة بخطف لي لقمة على الماشي. هنا في شنطة. لو انت لسه ما شفتنيش، مش اثبتت حضورك قبل كده؟ صحيح، نسيت اني اشرت على صدرك. نعم يا سي شاطر حاج. تحب نعمل سوا معاهدة أبدية تربطنا ببعض؟ تربطني بيك انت؟ ليه؟ مستغني عن عمري؟ يعني أنا اللي مستغني عن عمري في شنطة؟ تستغنى ما تستغناش، دي حاجة مش بكيفك. ايه ولا تبالي. اما اغور من قدامه عن اذنك. على فين؟ على انت فين؟ تعالى هنا. هو عفايا ده ما ياخدوش خمس اي استراحة يا حبيب. حسن، بقينا لوحدنا. ايوه. تعال هنا، اقعد قدامي. تعرف انت كنت ايه؟ كنت صورماتي. ودلوقتي صورماتي ملوك. صورماتي ايه؟ انت الشاطر حسن، اكبر شبندر في الدنيا. ايوه. بص لروحك كده، بص انت نايم. ايوه صحيح، سبحان العاصي من غير مناسبة. حبيتك يا مضروب، عشقتك يا ملعون، بموت فيك يا ابن 60 فرطور. الله الله على العواطف. اهو كده الصبابة ولا بلاش؟ ايه بعدك الشعر احسن بدنا شوية. شوفوا البرود اللي ما بيرد، بس تقول لي كلمتين حلوين. اقول لها ايه بس يا اخوات؟ اقول لها ايه؟ انا صراماتي مال الشاعر. لكن اعمل ايه في قلبي؟ ده ركب له نص ناعم. تعال معايا، يلا بينا على الجنينة. انا مش فاهم ايه بس اللي مخليكم تملي تشكوا في الراجل ده. يا مولاي المسألة طولت 3 اشهر دلوقتي وهو في ضيافة جلالتك، وكل يوم ما نسمعش منه الا القفلة جاية بكرة جاية بعده، ولحد النهاردة ما شفنا لا قفلة ولا فتحة. مصيرها توصل. لكن يا صاحب العظمة، ده بقى واخد من بيت المال فوق 300,000 دينار، واحوال ابن خالته سالم شبندر التجار اتصلحت قوي، ويظهر انهم بيقسموا الفلوس اللي بياخدوها سوا. ما ظنش، واللي دفعناه له بالميات يترد لنا بالالاف بالملايين. انما يا مولاي الخزينة قربت تفرز، اسأل عظمتك رجال البلاط. بقينا على البلاط يا مولاي. ما يهمش، انتوا عملتوا الترتيبات اللي فهمتكم عنها الكتب الكتاب. انا من رأيي يا صاحب العظمة اننا ما نتسرعش في مسألة كتب الكتاب قبل ما نتحقق من شخصية الراجل ده. اهو انت كده تملي تيجي للشيء اللي فيه الفايدة وتتصدر. راجل عظيم زي ده ما صدقنا ان الصدف الجميلة سايته على بلادنا تقوم تزعله وتطيره من ايدينا علشان ما يرحل من عندنا ويروح بلد ثانية. يا صاحب العظمة، في التأني السلامة وفي العجلة في السلامة برضو. مدهش ان عظمتك تحسن فيه الظن للدرجات. ما احسنش الظن فيه ازاي؟ ارتاب فيه ليه؟ ايه وجه الشك؟ بنتي نفسها سمعت عنه كتير وهي في مصر، وشبندر تجارنا شهدوا له. بس من يوم ما نزل في ضيافة عظمتك واحوال القصر اتغيرت. لكن صحة بنتي حياة النفوس اتحسنت. بنتي اللي غلب فيها الطب ما تقدمتش صحتها ولا زالت عنها العصبية والتخيلات والاوهام الا من نهار الشاطر حسن ده ما حط رجله في قصري. ومع ذلك انا نبهت عليكم بدل المرة 1000، مش عايز حد منكم يدوس للراجل ده على طرف ابدا. لكن يا مولاي اسمح لوزيرك. ما اسمحش ولا حاجة. ما هو انا اللي دعاني للشك ده كله يا مولاي ان النهاردة اتأكدت من مصدر مظبوط عن حقيقة الراجل ده، واذا امرت يا مولاي انده لعظمتك عشان تسمع منه شخصيا. مفيش مانع، اندهوله. يا شنطة يا شنطة. نعم. نعم. قول لنا بصراحة ايه اللي تعرفه عن حقيقة الراجل اللي اسمه الشاطر حسن؟ لكن يا مولاي سمو الأميرة منبهة عليا. انت صنعته ايه الراجل ده؟
صنعته تكسف قوي يا مولاي. اتكلم، يبقى ايه؟ صراماتي يا مولاي. صراماتي؟ ايوه صراماتي ابن صراماتي، ابوه صراماتي وامه صراماتيه. صراماتي وبقاله 3 اشهر راسه براسي. اندهولي بنتي هنا. امر مولاي. استعمل الحلم يا مولاي لحد ما تنكشف حقيقة الامر. دي بنتك الوحيدة، ما عندكش غيرها، دي وريثة عرشك من بعدك. صراماتي، كنت هناسب صراماتي. انت بعتني يا ابويا. الحلم يا مولاي. يا حياة النفوس، النهاردة كاتب كتابك على الشاطر حسن. مش يستحسن قبل ما نتمم الجواز نستفهم اذا كانت القفلة دي واصلة ولا مش واصلة؟ اللي تشوفه يا ابويا، لكن ايه الداعي للكلام ده؟ الداعي اني ابتدأت اشك في شخصية الراجل ده. انا هتركك تنفردي وياه شوية علشان تفهمي منه وتفهميني. ها؟ حاضر. يا دي الحوسة، الظاهر انه شم خبر. اعمل ايه؟ لو ما كنتش بحبه. حسن يا انوار عيني الحسن. وطي صوتك. يا انوار عيني الحسن. حالا خد بعضك واطفش من البلد دي. اطفش ازاي؟ وانت تفشل معايا ولا قاعد؟ اسمع، اطفش احسن، المسألة انكشفت؟ ليه، هم عرفوا الوظيفة؟ ايوه، الظاهر انهم عرفوا انك صراماتي. يا خبر اسود، لا اذا كانت كده زوغان. حسن. نعم. خلاص ما بقيناش هنشوف بعض. لا. مين هيصبرني على فراق؟ مفيش حق. مين هيونسني؟ مين هينسيني؟ مين هيسليني؟ مفيش حق. هرجع تاني للغل ولا هرجع تاني للصرم. من دلوقتي لا انام ولا اقوم ولا اقعد الا وصورتك في بالي. ولا اخر لا ارقع فردة ولا اشك غرزة الا وفرمتك قدامي. حسن. حياة النفوس. يا حسن. صحيح رايح. لا بشاور عقلي. الوداع يا حسن. الوداع يا حياة النفوس. عندك يا سافل. عندك ولا تبالي. اقعدوا على الاثنين وهاتوا لي قريب سالم الخاين الاخر واقطعوا رقبتهم قدامي حالا. السماح يا ابويا. امسكوها، مفيش سماح للي تغش ابوها. السماح يا شنطة. مفيش سماح ولا غيره. مد رقبتك مد، خلينا نخلص عليك. سالم شمندر السكار وصل يا مولاي. يا خاين، استلقى جزاك. كذا الكلام يا سي حسن. معلش يا ابن خالة امي، نحن السابقون وانتم اللاحقون. اقطعوا رقبتهم. ايه الهيصة دي؟ ايه اللي حصل؟ مولاي، وقفت على باب القصر قفلة عظيمة كلها أفيال وجمال ورجال، لا لها أول ولا آخر. قفلة؟ اوقفوا التنفيذ. يلا استنى يا جدع، انت مش فاهم الاوامر يا شرطة. لا حاكم سمع يتقيل شويه. والقفلة دي واصلة باسم مين؟ اسم الشاطر حسن. يا سيدي بلا افلانه لا تريقه من ساعه المهببه دي. يلا يا جدع شوف شغلك. يا شاطر حسن، وصلت القفلة بتاعتك. قفلة؟ ليه؟ ازاي؟ مش عارفني؟ الجميل عندكم يمكن يتنسي، لكن عندنا ما يتنسيش ابدا. سيبوهم. اطلب منك المعذرة يا حضرة الشبندر عن الاهانة اللي لحقت بمقامك العظيم، لكن الحق مش عليا، الحق على السافل ده. شنطة، خذوه، اقطعوا رقبته.
انا في عرضك يا شبندر حسن. ولا تبالي. بقول لك انا في عرضك، مش سامعني؟ لا حكمتها سبع تقيل شوية. رقبته. اطلب الرأفة يا صاحب العظمة. ايوه الله يوقف لك ولاد الحلال. ده ما يستحقش رحمة. لا معلش، تستبدل له الحكم ب6 اشهر يشتغل عندي وانا هعرف اخلص طاري. موافق، وادي قفايا تحت التنفيذ. يا حياة النفوس، الأمراض العصبية اللي كان مسببها لك السلطان شو بسحره دالت عنك من 15 يوم، يعني من يوم ما ابتديتي تحب الشاطر حسن وتنويله على الخير. يا شاطر حسن، أنا تحت أمرك، ساعة ما تطلبني تلاقيني. ازيك بقى؟ صدقتني يا ابويا. الغلط مردود يا بنتي، سامحيني. والله يا ستي جايز يصدقك، اما انا لحد دلوقتي مش قادر اصدق حاجه ابدا. انحروا الذبايح ووزعوا الصدقات. يا شاطر حسن، الليلة تكتب كتابك على الأميرة حياة النفوس. متشكر يا مولاي، متشكر يا فركش يا اخويا، كتر خيرك اللي خلصتنا من سيفتي جنطح. خيرك سابق يا شاطر حسن. واللي يعمل الخير لازم ربنا يعينه. وهكذا سيداتي سادتي تنتهي الشاطر حسن.